يعني لما نكون بنبيع الجهاز ده جديد ب 450 جنيه ولا 500 جنيه، وكل شوية يجي عليه ضريبة، والضريبة تبقى كام؟ حوالي 500 جنيه برضه. طب ده يرضي ربنا؟ طب ده يرضي ربنا يعني يا جماعة؟ احنا مش عارف إيه الحل ده يعني. هنفضل لحد امتى كده؟ المفروض اللي احنا بقى نشوف لنا حل في الموضوع ده، عشان احنا كده بصراحة يعني مش عارفين نشتغل، والناس في قمة المشاكل وقمة الزهق، مش مستحملين. كل يوم يجي كده، بص كل شويه يجي جهاز من ده يقف بسبب الضريبه، يقف بسبب الضريبه. طب وبعدين؟ وبعدين هنشغل الكود وبعد؟ طب ما في اجهزه ما بتشتغلش عليها كواد. في اجهزه ما بتشتغلش عليها كواد، ده اشتغل عليها الكود اهو وهيجيب شبكه عادي. في اجهزه بقى ما بتشتغلش عليها كواد. يا ريت يا جماعه حد يفهمنا وحد يعرفنا الوضع ده هيفضل مستمر كده لحد امتى؟ الوضع ده هيفضل مستمر لحد امتى؟ لان كده خلاص فاضل كيل بين كل الناس.